الغزالات ديالي كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الاكل الاسيوي. الا كنتو كتحماقوا على الاكل الاسيوي علاش ما نديروش في الدار. غادي اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم واحد النيم اللي هو كيجي بالكروفيت وبالخضر، كيجي خطير. المهم كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو هنايا، عندي هنا واحد البصله انا مقطعاها مربعات صغيورين، وعندي هنايا واحد القريعه محكوكه، وعندي هنايا حتى الفلفله الوان اللي هي مقطعاها انا اصلا ومحتفظه بها في الفريكو. فغادي نجيبوا واحد المقيله اللي هي غادي نديروا فيها شويه تاع الزيت، وغادي نحطوا فيها هاد الخضار هذه ونخليوها بانها تشحر شويه. وخليكم معايا هذا الفيديو. وطبيعه الحال ما نساوش لي شامبينيون. الناس اللي ما كيبغيوهمش ممكن بانكم تانيليوها عادي، ولكن هما كيجيو بنان مع الحوت. وطبيعه الحال ما كنساوش لا فيرميسيل لانها هي مهمه في هذا العنصر هذا. فكنجيبوا طبعا واحد الفيرميسيل كنحطوا عليها ماء اللي هو كيكون سخون، ومن بعد كنشدوها نصفيوها ونقطعوها وكنضيفوها على الحشوه ديالتنا. وما كنساوش الكروفيت حتى هو. الا كان عندكم حتى الكالامار ممكن تعملوه، ما كانش ممكن تكتفيو غير بالكروفيت. فكيف ما كتشوفوا انا ضفت هادشي كامل. دابا غادي نضيف غادي نخليهم يتشحروا مع بعضياتهم، وفي نفس الوقت غادي نبدا نضيف في التوابل اللي هما ساهلين بزاف. طبعا ما كنحتاجوش بها بزاف، غير هي ضروري من خصنا تكون عندنا صوص الصوجا لانها مهمه في هاد اي حاجه كنديروها بالحوت ضروري خصنا نديرو فيها الصوجا. كتبنن يا البنات، كتعطي واحد البنه. ها هو كان اول حاجه كنديروا شويه راس الحانوت، عرفتي كتعطي واحد البنه اللي هي خطيره. هنا كنديروا اللي هي الفلفله الحمراء اللي هي شويه حاره. ممكن بانكم ديروا الفلفله الحمراء اللي ماشي حاره، كل واحد على حسب اللي هو باغي، ولكن الحروره كتجي شويه بنينه. وكنديروا واحد شويه تاع البزار الفلفل الاسود. وهنا كيف ما كتشوفوا الصوص الصوجا اللي انا قلت لكم هنا مهمه في هذا النيم. فانا كنحط هنا تقريبا واحد 2 معالق، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. وطبعا المليحه ما نساوهاش، خليهم يتشحروا ومن بعد نتوما معايا. الغزالات ديالي هذه الورقه النيم اللي انا كنستعمل. كيفاش كنديروا النيم؟ اولا كنجيب واحد سيرفيت اللي هي كنفرشوها هي الاولى. من بعد كنشدوا الورقه ديال النيم اللي هي ورقه الارز هذه. ضروري لاننا حنا غادي نحلوا عليها الماء، تنغسلوها مزيان بحال هكايا، وشويه غادي نحطوها فوق هذيك الزيف ولا فوق السيرفيت اي حاجه. فالمهم غادي نبدا ندخل فيها دابا غير على قبل باش تشرب هذيك الماء، لان ضروري الماء خص يحيد منها باش ما تبقاش كتجي بحال هكا كتبلبص. المهم كيف ما كتشوفوا انا غادي نحط الحشوه هنايا، وغادي نبدا. راه ساهله ودغيا كتسد، ما كتحتاج حتى شي حاجه، دغيا كتسد يا البنات وما كتحلش معاكم. كيف ما كتشوفوا غادي نبقى نستمر بحال هكايا حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. فالمهم كيف ما كتشوفوا يعني كنغسلها كنحطها فوق الزيف، كنغسل 3 4 نحطهم فوق الزيف ونبدا نخدم بهم. كيف ما كتشوفوا بحال هكا حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. كيف ما كنقول لكم راه كتسد ما كتحلش، ما كنحتاجوا لا عجينه لا حتى شي حاجه اللي غادي نسدوا بها، فكتسد غير بوحدها. والورقه ديالها كتجي خطيره. هذه هي الورقه اللي كنستعملوا في النيم، ماشي اي ورقه ديال اخرى، ماشي ورقه الفيلو، ماشي ورقه اي ورقه اخرى. فهذه هي الورقه ديال النيم سبيسيال ديال النيم. فالمهم كيف ما كتشوفوا غادي نبقى من بحال هكايا غادي نكمل هذا الشيء كامل اللي عندي، ومن بعد نتلاقاو في الفيديو. كيف ما كتشوفوا حبوباتي بانها راه ساهله وما كتاخذش معكم بزاف ديال الوقت. وكيف ما كنقول لكم ضروري انها تكون واحد السيف ولا حتى غير ضروري باش باننا ما تلصقش لنا هذيك الورقه ديال الرز اللي كنخدموا بها، لان ملي كنحطوها في الماء ضروري بانها تنشف باش نكملوا بها هاد النيم ديالنا. وهذا هو النيم اللي هو صح، يعني ما كيتستعمل باي ورقه اخرى غير بهاد الورقه ديال النيم. فكملوا معايا الفيديو. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للنيم هنايا ضروري كنقليوه نص قليه وكنخليوه هذا بحال هكا. دابا غنخشيوه الكونجيلاتور ونخليوه. بقيت النيم نبغيو نجبدوه ونقليوه كنقليوه. المهم خص يدخل نص قليه. كيف ما كتشوفوا كيكون بحال هكا باقي ما طابش، يعني غير نص قليه. هذا راه غنخشي في الثلاجه في الكونجيلاتور. غنوريكم الشكل ديالو ملي حنا غادي نقليوه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال النيم. غنسمعكم القرمشه ديالو.
سمعوا القرمشه ديالها. نحل لكم من الداخل وتشوفوا الشكل ديالو.